الناس كانت مهتمة جدا آه. تعرف ازاي اشتغلت في نون او ازاي اشتغلت في الشركات اللي انت بتشتغل فيها وازاي سافرت والكلام ده كله. فانا اظن ان مفيش حد بيبقى ايه زي ما بيقولوا كده مغسل وضامن جنة. هو بيرمي بسهم وبيعمل كل اللي عليه، بيستنفذ كل الحاجات اللي ممكن يعملها، وده اللي تقدر تعمله. تدابير ربنا بقى هي ايه؟ لما تيجي تقول لأي حد اي حاجة، طب وانت هتضمن مش حد يضمن حاجة. الشغلانه ديت هتجيب لي فلوس؟ يا ابني اتعلم اديت. انت تضمن لي ان الايديت ده هيطلع لي فلوس؟ هتعرف تجيب لي عملاء؟ يا ابني اتعلم كتابه سكريبت. طب اعمل ايه بقى لو اتعلمت كتابه سكريبت وما يجيليش عملاء؟ اتعلم وبعد كده نبقى نشوف الموضوع ده. ودايما بقول المهارات تراكميه. يعني انا بالنسبه لي لو نجاح في الجانب المهني ده كله تراكمي. ان انا اتعلمت مثلا ازاي يكون عندي شويه التزام، تمام. ساعات طبعا بحيد، وساعات ايامي بتتلخبط زي الفتره ديت ايامي متلخبطه. بس بعرف ارجع تاني. مهاره التعلم، انا بحب اسمع كورسز كتيره، بحب اسمع اكتر من بودكاست. فديت مهاره الكلام مع الناس، مهاره البيع، كل ديت مهارات بتبقى تراكميه. فانت هتتعلم الايديت او السكريبت ديت مهاره لوحدها مش هتجيب لك فلوس. لازم تتعلم ازاي تبيع مهارتك دي مهاره تانية. ان انت ازاي تلاقي عميل تقدر تكتب له سكريبت او تعمل له فيديو، تمام. او ان انت ازاي تتعلم يبقى فيه تواصل. لان معظم الناس اللي بتشتغل في الخدمات ديت او عندها المهارات ديت التواصل عندها جدا سيء. ممكن ما يردش على العميل، يرد بعد كام يوم، يزهقه. فالحياه ما بتبقاش بروفيشنال قوي يعني. فانت المفروض ما تدورش ان هو انا لو اتعلمت برمجه هعرف اطلع فلوس. اتعلم وبعد كده اتعلم ازاي تطلع منها فلوس. فدي اول خطوه يعني.